كور في الكفتة عشان خاطر افرزنها لرمضان. اي حاجة تلاقيها في وشك فرزنيها. يعني بصي متأخريش، فرزني العيال. بصي هتلاقي نفسك مفرزنة كل حاجة، وهو ده الصح كده. بعد ما تقعدي بقى تفرزني تلاقي نفسك من كتر الهم ده تعبتي، فتعملي ايه؟ فتبقي عايزه تريحي بقى، مش قادره، فتضطري تسحبي من الاكل اللي انت فرزنتيه، وتفضلوا تاكلوا فيه والعيال ياكلوا فيه ويقولوا لك والنبي يا ماما سمبوسه، فتطلعيها كلها وتعملي كل الحاجات اللي انت فرزنتيها. قوم يجي رمضان بقى ناكل اكل عادي بقى خالص، ولا كأن حصل حاجه ولا محتاجه، وناكل بقى اكل بايت، ناكل اي حاجه وخلاص يا فلح. كلامها صح جدا، كلامها صح جدا. كل اللي احنا بنفرزه دلوقتي بنطلع وبنسحب منه. يعني انا كنت عامله صلصه، فرزت الصلصه، المهم نزلت صوره على الجروبات وكده بتاعت الفيسبوك، فلقيت البنات بيقولوا لي اللي احنا فرزناه بنطلع منه. هو ده اللي بيحصل فعلا. يعني ولا كأننا بنعمل حاجه، بنتعب على الفاضي.